اهلا بيكم في فيديو جديد لفيلم جديد. فيلمنا النهارده اكشن وفنون قتاليه اسمه كينجدم او المملكه. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. بيبدا فيلمنا بولدين ايتام اسمهم شين وبيو اللي اشتراهم راجل عجوز اسمه العم وهو علشان يبقوا عبيد عنده ويقوموا بخدمته. وبرغم انهم عاشوا حياه صعبه وقاسيه الا ان الولدين كانوا طول الوقت بيهتموا ببعض وبيحاولوا يهونوا على بعض حياه العبوديه دي. الحلو في الموضوع ان شين وبيو كان عندهم شغف وحلم كبير انهم لما يكبروا يبقوا جنرالات في الجيش الياباني، وده بعد ما شافوا عصر واحد من اعظم الجنرالات وهو الجنرال اوكي. وعلشان يحققوا حلمهم ده كانوا في وقتهم الفاضي بعد ما بيخلصوا شغل المزرعة شين وبيو بيروحوا الغابة يتدربوا على المبارزة بالسيف، وكانوا بيستخدموا سيوف خشبية هم عملوها بنفسهم. وبمرور السنين وتدريبهم المستمر والمكثف مع بعض كل يوم لما كبروا بقوا محاربين شاطرين جدا ومبارزين بالسيف محدش يقدر يغلبهم. وفي يوم هما الاتنين بيتدربوا مع بعض في الغابة زي ما اتعودوا، كان في جنرال اسمه الشينج ماشي في الغابة وشافهم بيتدربوا ولفت نظره مهارات بيو القتالية وقدرته على القتال والمبارزة اللي عمره ما شاف زيها. وتاني يوم الجنرال شينج بيروح للعم وول المزرعة بتاعته بيقول له ان جيش الامبراطور بيجند مجموعة جديدة من الشباب، وانه جاي علشان يطلب منه الاذن في ان بيو يتم تجنيده هو كمان علشان يتم تدريبه ويكون واحد من المحاربين الخاصين بالامبراطورية والقصر الحاكم. وبرغم ان شين ما خدش نفس فرصه بيو مع انه كان مجهز نفسه لما عرف وفرحان انه هيروح يتدرب مع المحاربين العظماء، الجنرال شينج بيقول له انه هياخد بيو بس. وشين بيفرح لصاحبه جدا وبيتمنى انه يحقق حلمهم ويبقى جنرال في جيش الامبراطور. في اخر ليله ليهم مع بعض قبل ما بيو يسافر للتدريب بتاعه بيتدربوا مع بعض لاخر مره، وشين وبيو بيوعدوا بعض ان هما الاتنين يفضلوا ورا حلمهم لغايه ما يحققوه. وشين كان مصمم انه يتدرب اقوى واصعب من الاول علشان يحصل بيو ويبقى من جنود الامبراطور ويقرب لحلمه اكتر. وفي الفترة اللي بعد كده مع ان شين كان بيتدرب لوحده لانه ما كانش بيرحم نفسه وكل وقته الفاضي مسخره للتدريبات وازاي يثقل موهبته القتالية ويكون احسن من الاول. وبسبب اصراره ده شين وصل انه يكسر صخرة نصين بالسيف الخشب بتاعه من شدة قوته. وبعد كام يوم وشين بيرتاح في الكوخ اللي بيستخبى فيه وبيتدرب فيه بعيد عن الناس بيتفاجئ بوصول صاحبه بيو اللي كان بيعاني من جروح خطيرة جدا وبيموت. وساعتها بيحكي لشين عن اللي حصل وان في مجموعة من المنقلبين بقيادة الاخ الاصغر للامبراطور كانوا رايحين يقتلوا الملك علشان اخوه الصغير يحكم مكانه. وعشان يحموا الملك الحاشية الأساسية للملك قرروا إنهم يخلوا بيو يتظاهر بإنه الملك لأن في شبه كبير ما بينهم. وفي الأحداث اللي حصلت بيو هو اللي بيتم التضحية بيه. قبل ما بيو يموت بيدي لشين خريطة لقرية معينة وبيأمره إنه يروحها ويقول إنه في القرية دي الجيش هيساعده ويدربه على إنه يبقى محارب أقوى. وبعد ما بيو مات شين بياخد الخريطة والسيف بتاع صاحبه وبيجري على القرية اللي قال له عليها. وهو في طريقه للقرية بيقابله مجموعة من البلطجية وقطاع الطرق واللي كانوا فاكرين انهم علشان عددهم كبير يعني فهيقدروا يعلموا على شين ويسرقوه، بس اللي حصل كان غير كده خالص. ده واحد بقاله سنين بيتدرب على المبارزة والفنون القتالية وما بقاش في حد يقدر يقف قدامه. في الموقف ده مهارة شين القتالية بتبان وبيقدر انه يتغلب على البلطجية دول بأبسط الحركات اللي اتعلمها وبكل سهولة، يعني ما خدوش في ايده غلوة زي ما بنقول كده، وبيكمل رحلته جري للقرية. بعد شويه بيوصل للمكان اللي صاحبه قال له عليه، كوخ صغير كان مستخبي فيه الملك كين اللي هرب من القصر الامبراطوري بعد ما عرف بخيانه اخوه ومحاوله اغتياله. ساعتها الملك كين لما بيلاقي شين داخل عليه بيعرف منه هو مين، وبيحكي له ان الجنرال شينج لما جنب بيو من البدايه كان بسبب وجه الشبه الكبير اللي بينه وبين الملك، وانهم كانوا بيخططوا لانهم يخدعوا كل اللي خانوا الملك وكانوا بيتامروا ضده بالتحالف مع اخوه الاصغر الامير سيكو. في الوقت ده كانت مجموعة من جنود القصر بيطاردوا بيو ووصلوا المزرعة ولقوا جثته في الكوخ، وكان من ضمن الفرقة دي الجنرال جي اللي متآمر مع الأمير سيكو اللي لما بيلاقي جثة بيو بيعرف إنه مش الملك الحقيقي وإن الملك كين لسه عايش، فبيبعت واحد من القتلة اللي معاه علشان يتتبع أثر شين اللي هيوصله للملك كين ويخلصوا منه قبل ما يجمع جيش ويستعيد عرشه من تاني. ساعتها كان شين مش مستوعب كل اللي بيحصل ده وبيحس بغضب رهيب تجاه الملك والمؤامرة اللي عملوها، وراح ضحيتها بيو البريء اللي كان كله حلمه انه يكون واحد من الجنرالات ويخدم الملك بنزاهة بس ملحقش. وفي وسط ما شين كان متعصب وعمال يزعق بيقاطع كلامه القاتل اللي جه بعته وعرف يوصل للمخبأ ده. وفجأة القاتل ده بيهد الكوخ عليهم وكان عاوز يقتل الملك كين، بس شين بيدافع عنه طبعا. والقاتل بقى بيستغل الموقف ده وغضب شين على الامبراطور وصاحبه اللي مات غدر وبيحاول يقنع شين انه يتحالف معاه ويقتله الملك، بس شين بيرفض وبيهجم على القاتل عاوز يقتله لانه شك ان هو اللي قتل بيو. وبتقوم بينهم معركه شرسه فعلا وشين بيسدد له ضربات مميته وكان سريع جدا لدرجه ان القاتل ما كانش قادر عليه. ومره واحده شين بيطير في الجو وبينزل بالسيف على رقبه القاتل وبينهي حياته بضربه واحده. بعد المعركة دي شين بيرجع يكمل كلامه مع الملك كين وما كانش قادر يتقبل ولا يستوعب موت صاحبه، بس الملك كين بيهديه وبيقول له ان التضحية اللي عملها بيو كانت لازم لإنقاذ الإمبراطورية كلها، وبيقول له كمان انه لازم يفضل عايش بأي ثمن علشان السلطة ما تنتقلش لأخوه الأمير سيكو الفاسد والأناني لأنه مش همه الشعب قد ما بيهمه مصالحه الشخصية.
وان لو هو اللي بقى الملك المملكه كلها هتتدمر بعد ما البلطجيه والفاسدين يحكموها باسم سيكو. وساعتها الملك كين بيطلب من شين انه ينضم ليه علشان يكونوا جيش جديد يساعده في استعاده العرش من جديد، وكمان يكمل مهمه بيو وما يخليش تضحيته تروح على الفاضي. وهنا شين بيوافق. في الوقت ده كان الامير سيكو وصل له خبر ان الملك كين لسه عايش، وده بيخليه يتعصب ويخاف، ورغبته في قتل اخوه الملك كين بتزيد، لانه لو ما حصلش فهو اللي هيموت في النهايه. وده بيخليه يؤمر مساعدين انهم يبعتوا قتله تانيين يطاردوا الملك ويقتلوه باي طريقه. ولما بنرجع للملك كين كان في طريقه هو وشين ماشيين في غابه، وفجاه بيهاجمهم واحد من القتله وبيضرب عليهم اسهم مخدره ومسمومه. واول ما شين بياخد باله منه بيهاجمه وبيفضل يضرب فيه، بس الراجل كان خفيف الحركه وسريع وشين ما كانش ملاحقه. بس في الاخر شين بيطير راسه بحركه واحده. فجاه بيحس بدوخه وبيقع على الارض مغمى عليه لانه كان اتصاب في كتفه بسهم مسموم. في الوقت ده الملك كين بيساعد شين وبياخده على مخبأ في الغابه ويعالجه لغايه ما بيفوق بعدها بيومين وبتبدا صحته بتتحسن. وفي الوقت اللي شين بيفوق من مرضه بيتفاجئ بمجموعه من الجنود بيهجموا على البيت اللي هم فيه، بس بيتفاجئوا ان معاهم الجنرال شينج اللي لسه موالي للملك كين وبيخدمه. وساعتها الجنرال شينج بيتفق مع الملك كين وبيحطوا خطه علشان يجمعوا جيش كتير ويخدعوا سيكو علشان يدخلوا القصر ويستعيدوا العرش، لان اي معركه بين الطرفين مش هتكون عادله، لان مهما كين جمع في جيش عمره ما هيكون اكبر من الجيش الاساسي للامبراطوريه واللي دلوقتي تحت حكمه واوامر اخوه سيكو، فلازم يلعبوها بذكاء ويوصلوا لسيكو ويقتلوه وبكده ينهوا التمرد والفساد. بالكلام على سيكو فهو كان في الوقت ده نصب نفسه ملك قدام جيوش المملكه كلها، مع انه عارف ان اخوه لسه عايش، بس هو عمل كده علشان يجبر الجيش بالدفاع عنه، خصوصا ان القاده الكبار متفقين معاه. والملك كين في الوقت ده كان كل اللي شغله ان الجنود اللي معاه قليلين جدا بالمقارنه مع جيش المملكه. وساعتها الجنرال شينج بيقترح عليه انهم يلجأوا للقبائل الجبليه ويطلبوا مساعدتهم، والفكره دي بتعجب الملك كين وبيدي الامر انهم يتحركوا على طول للجبل. بعد رحلة طويلة وصعبة كان الملك كين وجنوده وصلوا لحدود قبيلة الجبل اللي بيتفاجئوا بيهم بيهجموا عليهم من كل مكان ومش بيكونوا مرحبين بيهم أصلا، وبياخدوهم كلهم أسرى وبيرجعوا بيهم لقائد القبيلة. وساعتها الملك كين بيتكلم وبيقول عن نواياه بحضوره للمكان، وبيعتذر لقائد القبيلة انهم يتعدوا حدود منطقته، وبيطلب منه المساعدة في انه يرجع عرشه لاخوه استولى عليه. وقائد القبيلة لما بيسمع الملك كين بيرفض انه يساعده لانهم اتخانقوا قبل كده كتير من الأسرة الحاكمة واتقتل من قادتهم كتير على مر السنين. كين ما كانش عنده النية انه يستسلم بالسهولة دي، وبيعتذر لكل الموجودين من القبائل الجبلية على كل الأخطاء اللي حصلت في السنين اللي فاتت. وقائد القبيلة لما بيحس بصدق كلامه ونواياه بيقرر انه يساعده، بس بيتفاجئ هنا لما قائد القبيلة بيقلع القناع اللي على وشه وانه بنت مش راجل زي ما كانوا فاكرين. بيتفق الملك كين معاه على انهم يهاجموا القصر الملكي، وعلشان يعملوا كده بدأوا يخططوا ويحطوا استراتيجية جديدة يهاجموا بيها الجيش من اتجاهات مختلفة، وعنصر المفاجأة يساعدهم في التغلب على أعداد الجيش الكبيرة. وكانت الخطة كالتالي: إن شين والجنرال شينج كقادة للجيش اللي جمعوه، والملك كين هيتنكر على إنه قائد القبائل الجبلية ويروح القصر، وتاني يوم بيبدأ التنفيذ وبيروح الجيش والقبائل الجبلية كلهم للقصر الملكي. والملك كين بيدخل القصر متنكر بعد ما بيبلغوا مساعدين سيكو انهم هنا علشان ينضموا للامير سيكو ويعلنوا ولائهم ليه. ولما مستشار الامير سيكو بيعرف بنواياهم الطيبه وانهم جايين كحلفاء، بيسمح لقائد القبيله والجنرالات اللي معاه بدخول القصر، واللي هم اصلا الملك كين متنكر في وسطهم هو وشين وشينج. وفي اللحظة المناسبة بعد دخولهم القصر، كين واللي معاه بيهاجموا الجنود الموجودين كلهم وبيقتلوهم، والملك كين بيدي أوامره لشين واللي معاه إنهم يدخلوا القصر من نفق سري في الوقت اللي هو وزعيم القبيلة هيهاجموا من الباب الرئيسي. ومفيش دقايق إلا وبتقوم معركة شرسة بين جنود القصر والقبيلة الجبلية وجنود كين، واللي بيغير مسار المعركة كانت قوة ومهارة رجال القبيلة القتالية وقوتهم الجسدية وسرعتهم، وفي الآخر هم اللي بيتغلبوا على جنود القصر كلهم. في الوقت ده كان شين واللي معاه في النفق السري اتفاجئوا براجل عملاق شبه الوحش بيحرس النفق ومش بيخلي اي حد يعدي منه، وفي محاوله من الجنود انهم يقتلوه ما كانوش قادرين عليه وعمال يطير فيهم يمين وشمال. بس شين بيستغل فرصه ان العملاق ده بيهاجم الجنود وبيروح هاجم عليه هو وقتله بضربه واحده من سيفه وبيوقعه على الارض جثه هامده، بس بعد ما موت له كام واحد منهم. بيدخل بعدها شين والفرقه بتاعته للقاعه اللي فيها سيكو، وكان قاعد على كرسي العرش بكل برود وهدوء، وبيخلي الجنرال جي اقوى واحد في الجيش في الفنون القتاليه والمبارزه انه يدافع عنه ويتحدى شين في مبارزه. ساعتها شين بيقبل التحدي من غير لحظه تردد، وبتقوم بينهم معركه صعبه جدا لان الاثنين كانوا على نفس المستوى من القوه والمهاره. والجنرال جي كان فاكر انه اقوى من شين وبيضربه ويوقعه على الارض وهو فاكر انه كده هزمه خلاص، بس شين كانت روحه القتاليه عاليه جدا وكان مصمم انه يقتل الجنرال جي لانه عارف ان هو اللي قتل صاحبه بيو. فبيقوم تاني من على الارض ويرجع يهجم على الجنرال جي ويكمل قتاله لغايه ما يقتله. في الوقت ده كان سيكو اترعب لما شاف جي بيموت قدام عينيه، وهو كان فاكر ان هو اللي هيحميه، وبيقوم يجري بسرعه علشان يهرب، بس بيلاقي الملك كين ورجالته في وشه، وساعتها بيقرر انه يهاجم كين ويرفع عليه السيف اذ ربما يعرف يقتله. بس العكس اللي بيحصل، والملك كين بيقتل سيكو بضربه واحده بس. وبعد الانتصار اللي حققوه بيجي جنرال اوكي واحد من حلفاء المملكه ويسال الملك كين ليه الحرب اللي قامت دي وهي يخليه يقتل اخوه.
ساعتها بيقول انه كان لازم يسترد العرش علشان الفاسدين ما يحكموش الامبراطوريه بتاعته حتى لو كانوا من الاسره الحاكمه، وبيقرر انه يوحد كل ممالك وقبائل اليابان ويخلي السلام والعدل بينهم يعم علشان وحده البلد. ساعتها الجنرال اوكي هو واللي زيه من زعماء القبائل والممالك المجاوره بيعلنوا تحالفهم مع الملك كين، بس كان في واحد من الجنرالات كان من اتباع سيكو ومش بيعجبه اللي حصل، وبيؤمر باقي جنوده بالهجوم على الملك كين والجنرال اوكي. بس الجنرال اوكي مش بيتاثر ولا بيخاف، وبحركه واحده من السيف العملاق اللي كان شايله في ايده بيقتل كل الجنود دول. فالجنرال بتاعهم بيتعصب وبيهجم على الملك كين علشان يقتله، بس شين بيغفله وبيضربه ضربه سريعه من سيفه وبيقتل الراجل ده. كل الموجودين بينبهروا بقوه ومهاره شين، حتى الجنرال اوكي نفسه اللي بيقول انه في يوم من الايام هيكون من اقوى جنرالات المملكه. والكل بيحتفل بعد الانتصار اللي حققوه وانهم قضوا على كل الخونه واستردوا العرش من تاني. والقبائل الجبليه نفسهم احتفلوا بالانتصار ده زي ما يكون ليهم هم، مش مجرد انهم حلفاء وبس. وقبل ما يمشوا من القصر الزعيمه بتاعتهم بتهدي شين سيف هديه تقدير لشجاعته، وبكده بقى شين اقرب واقرب لتحقيق حلمه انه يكون جنرال وقائد عظيم في المملكه كلها. وفي الاخر بنتعلم ان الانسان لازم يكون حريص جدا، لان اوقات كتير الخيانه بتكون من الاقربين واللي بيستغلوا الفرصه وبيغدروا في لحظه انانيه. وتجربه شين بتخلينا نعرف ان حتى لو كانت الحياه صعبه فاحنا نقدر نغيرها بشغفنا وارادتنا لتحقيق احلامنا مهما كانت. وبكده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. ولو نفسك نلخص افلام بعينها اكتبها لنا في الكومنتات واحنا هنلخصها. ولحد الفيديو الجاي، مع السلامه.